الاخر مش عاجبك؟ ايه القرف بتاعك ده؟ ايه الكوبايات المجرده دي؟ هو ايه القرف بتاعكم ده؟ والله مش عارف يشربوا قماش زي الناس. مالها الكوبايه؟ مجيره مش معفن. ولا بيشرب فيها يعني ابو زيد الهلالي؟ قفله وخلي نهارك يعدي. عايز اشرب. هات له يا ابني، هات له فنجان يا ابني طالما الكوبايات الجزاز مش عاجباه. الله مش يرحم. تغسله ولا تعرفوا تنيل الدنيا. ما تغسله كويس. غسله على اخر. هو بتاع المنظف بتاع الصحون اللي معفن اعمل له ايه يعني؟ يعني دول نضيفه. الاخر مش عاجبك؟ نضيفه. ايه القرف بتاعك ده؟ اقسم بالله ما تجيب كوبايه وسخه تاني العامل في العمل انت شايفها ده. انت جد اللي انت عملته ده؟ وممكن اقوم افرمك انت كمان. اغسلي كويس ولا بس. عارف جدتي؟ هتتبحتر زي الفنجان ده هما اتبحتر كده. عموما شركة لاستر حلت المشكلة. تعالوا بقى عشان نحلوا المشكلة اللي عملها سيدو انا دي والفنجان اللي اتكسر ده. بإذن الله هيجمعوا جدته زي ما انا هجمع الفنجان ده دلوقتي. تعالوا معايا. رجلك والجزاز. انا هحل لك المشكلة دي عشان ما تتعودش عليا، والعملة دي انت هتتحاسب عليها حساب الملاكين بس في الفيديو الجاي. تعالوا معايا. شايفين التجيرة اللي في الجزاز دي؟ شايفين الكوباية المدخنة دي؟ شايفين كوبايات مغسولة اهي 100 100 وبأحلى سائل سحور وبأحلى ما بشتغلش الا بأنضف حاجة، وبرضه ما بتدينيش اللمعة الكافية كمان. أي حاجة ليها بريء. شايفين الصينية دي شكلها ايه وهي مغسولة؟ أي حاجة ليها بريء استخدمي معاها المنتج اللي هوريهولك ده، معجون لاستر. الاول ده لو هتستخدميه كغسيل مواعين عاديه وشغلته ان يلمع ويقضي على الدهون ويدي المواعين بريق ماسي كده. هوريها لكم دلوقتي عملي. الصينيه دي المفروض مغسوله تمام. هوريها لكم بعد ما اشتغل بيها بمعجون لاستر هيبقى شكلها ايه. هنبتدي بالكوبايات. عايزه اقول لكم حاجه برضو، ان لو اللاستر ده انتوا عايزين تستخدموه كمعجون صحون كصابون مواعين يعني، بتروحوا عاملين ايه؟ بتروحوا جايبين معلقه على 2 لتر ميه. الله ريحته حلوه. ده سيبك من الريحه، تعالى شوف بقى اللمعه. وبيرغي برضه. ايه ده، انا كنت بقول رغوته مش قد كده، ده طلعت رغوته جميل اهو قدامكم اهو عملي. اي حاجه لها بريء هيخليها حكايه. حتى دي برضو يا ماما جنان. حتى ده هوريها لكم دلوقتي اهو. ده بيرغي احلى من الصابون. ده انا كنت فاكره رغوته مش قد كده، ده طلع رغوته جميله وريحته جميله. انا بعمل بيه الحاجات اللي لها بريء مثلا زي خلاطات البوتاجاز تمام، قصدي زي خلاطات الحوض او زي ستانلس البوتاجاز، حلة الحوض. ايه ده صوت كتير. يعني انا كنت بقول شفتوا اللحسه اللي انا خدتها دي عملت كتير ورغوته كتير على فكره. انا كنت بقول رغوته مش قد كده. معلقه منه بتقلب لك الدنيا، المعلقه الواحده. خدت كتير. ده انا كنت فاكره ان انا خدت شويه صغيرين. ده اقل كميه منه بتقلب الدنيا. هوريكم اهو. شفتوا؟ استنوا بس هشوفوا في الاخر عشان انا مطبخي ضيق وحته السلكه صغيره اهي. الحمد لله. الصينيه دي بقى كان واقع عليها فلاش. الفلاش طفى اللمعه بتاعه الاستانلس ده من نضيف، مش استانلس رديء، استانلس نضيف اسمه تريز لو تعرفوه تمام. قمت انا اتضايقت بس اتعاملت مع الصينيه على انها جايه كده تمام. هوريكم دلوقتي الفلاش، نقطه الفلاش طلعت ازاي، وهوريكم اللمعه هيضيفها معجون لاستر مرطب المواعين. رغوته طلعت رهيبه. ده ايه ده؟ ده ايه الرغوه دي كلها؟ ده انا كنت فاكراه رغوته ما بيرغيش يعني بجد. شكرا شركه راست اهي
بقعة الفلاشه اهي، شايفين؟ راحت اهي اهي. يا ريتني وريتها لكم في الاول، لو تلاحظوا هتلاقوها باينه شويه. نمسك معاكم الخلاط بتاع الحنفيه، هتشوفوا لمعته بص اولا اهو قبل وبعد اهو. ايوه. اه ويا ماما البلاطه اللي قدام. ماشي. هو عموما منظف اواني. بصوا حته السلكه صغيره، ما كنتش ناويه اعمل الحوض لان انا متعوده بعمل الحوض بمعجون اسنان. شفتوا بقى؟ معجون الاسنان بيلمع برضه. بيلمع برضه. شفتوا بقى لاستر عمل ايه؟ تعالوا بقى ايه نغسل مع بعض. عايزاكم بقى تحكموا انتوا بالفرق. شفتوا قبل وبعد. بصوا الكوبايه، بصوا اللمعه، بصوا اللمعه، بصوا الكوبايات شكلها ايه، بصوا الميه في الكوبايات اهي. بصوا تخلي العطشان، قصدي اللي مش عطشان يعطش. بصوا تعملي زي الملوخيه بتاعت كبابجي. شفتوا؟ بصوا بقى طاجن البايركس اللي كان مجير. بصوا الحوض، والحوض اتعمل بأقل لمسه، بأقل لمسه من لاستر. اي حاجه بستخدمها كويسه لازم. بصوا اللمعه، لازم اي حاجه استخدمها. بصوا بس انا شايفاكم، انتوا شايفيني قد ايه حلوه من ورا البايركس. بصوا اللمعه، انتوا شفتوا قبل وبعد، وما كانش وحش، كان مغسول برضه وبأنضف سوائل تنظيف لها شعبيه. تعالوا بقى نشوف الحوض. لا بيلمع والله. اهو اهو اهو. بصوا بسم الله. بصوا بصوا اللمعه. بصوا حله الحوض شكلها ايه، كانت شكلها ايه وبقى شكلها ايه. تعالوا نختم مع بعض بقى بالصينيه. اهو الفلاشه اهي، في نقطتين اهو والله ما في، والله ما في الا ونقطتين اهو. ده كان واقع عليها فلاش. شكرا شركه لاستر.